ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قلت انزل لكم استراتيجيه للالعاب كده بالمره واحنا بننزل اكواد. تمام. الفيديو ده هنزله على قناه التليجرام وهنزله على اليوتيوب. الفيديو مش هيطول، انا هحاول اخلي الفيديو دقيقتين ولا 3 بالظبط علشان ما اطولش عليكم في التليجرام وفي اليوتيوب. احنا بننزل اكواد في قناه التليجرام، هسيب لك رابط قناه التليجرام في الوصف. بالنسبه للناس اللي هتتفرج من على اليوتيوب انضم في قناه التليجرام. احنا بننزل اكواد وانا دلوقتي حالا منزل لكم كود على التليجرام، فعقبال الكود ما يخلص احنا هنشوف ايه الدنيا بتقول ايه. احنا عايزين دلوقتي نعمل استراتيجيه للالعاب، فاهم حاجه تكون مسجل بالبرومو كود لان هو بيرفع نسبه الحظ بتاعتك ل 200%. ده رقم واحد. رقم اتنين بيديك نسبه بونص على اول ايداع. لو حطيت مثلا 1000 جنيه هتاخد 2000 عليهم هدية، ده عشان انت مسجل بالبرومو كود. بيديك بونص يوم الاثنين ويوم الجمعة السعيدة، بيديك 100%. لو حطيت يوم الجمعة 100 تاخدها 200، تاخد عليها 100 كمان. ويوم الاثنين نفس الكلام. فاحنا نعمل استراتيجية مع تسجيل بالبرومو كود. طبعا دي افضل حاجة وهتلاقي ارباح كويسة جدا. هنجرب العاب، وبالنسبة للناس اللي عايزة تجرب حاجة معينة تخش تكتب لي في التعليقات او في الخاص عندي في التليجرام، هخش اجرب لكم الالعاب اللي انت عايزها. فانا دلوقتي عايز اجرب حاجه ما لعبناهاش خالص قبل كده. طيب، هنخش مثلا نلعب لعبه مونديال دي اللي هي الكاس ده بتقول ايه دي؟ نشوف كده. حظ اوفر 8 كمان. البرد هيموتني. حظ اوفر تاني. هو المفروض ايه اصلا؟ انا مش فاهم. فوز ب28. حلو اوي ده. 3 صفارات يعني بتجيب 3 اشكال شبه بعض يديك. طيب انا هضاعف هنا، احط بيه 28 ونجرب تاني. احنا معانا 54,000، فاحنا عايزين نوصل لرقم معين، فاهمين؟ هنزود ضعفين، هنخلي 500 ونجرب تاني. حلو أوي. 1800. حلو أوي اللعبة دي. طيب، جربنا لعبة، نخش مقص أو فوز. تعادل. شايف؟ تعادل. أنا هحط 1000 جنيه في الدور ده، أكيد هتجيب. جت تعادل. 1000 تاني. جت تعادل تاني. طب وبعدين؟ تعادل تالت. ده ايه ده؟ خسارة. هنحط 2000. انت ضايف بعد الخسارة على طول، خسارة تقوم ضايف تاني 4000. شايف؟ بقينا 56,000، احنا هنوصل 60,000 ودي التارجت اللي احنا عايزين نوصل له. وخلاص على كده. هنجرب لعبة أبل، لعبة التفاحة. ناخد طلعتين ونسحب. تمام. فأنا هحط مبلغ عشان أنا بطلع طلعتين بس، فأنا هحط مبلغ. خدت 1500. كمان 1500. ما جاتش معايا أو مضاعف المبلغ اللي أنا كنت حاطه ل2000 وأجرب تاني. دي تقريبا هتيجي غلط تقريبا كده. لا، جت صح. حلو أوي. بقينا 57,000. آخر دور. حلو أوي. حلو أوي أوي. طيب نخش لعبة تانية. نخش مثلا لعبة كراش. طبعا كلكم بتحبوها. شوف كده لعبة كراش تعمل معانا ايه. هرمي 4000 جنيه في الدور ده. لعبة كراش ما تطولش فيها يعني، قول 1.5 اسحب، بس تكون حاطط مبلغ كويس عشان تاخد أرباح كويسة. يعني بمعنى إن أنت ما تحطش 100 جنيه وتسحب عند عود 1.5، لأ، حط 1000 جنيه واسحب عود 1.5 تكسب 500 جنيه. فاهمني؟ ما جابتش معاك. احنا عايزين نعوض، فانا هحط 8000 واسحب عند دود 2 بحيث ان انا اعوض الاربعة اللي انا خسرتهم وبارباح. التمانية خدهم 16. فهقفل ان شاء الله في الدور ده ال 60,000. يعني هي توصل بس دود 2 بالسلامة. والله كنت بسحب، وربنا كنت بسحب يا جدعان. طيب ماشي، 16,000 في الدور ده. يا رب ما تغزلناش.
انا حاسس انها تنفجر عند واحد أوضة 10. بص كنت حاسس والله. طيب انا هحط 16 تاني. انا مش هطلع منها ان شاء الله خسران. ان شاء الله انا مش هطلع خسران، هي اللعبة مش عايزة غير قلب. ماشي كويس اوي كده. بقينا 46 31 الف، حلو اوي. صاحبنا عنده ود كام؟ ود اتنين بالظبط. يعني احنا تقريبا خلاص، يعني هنعوض ان شاء الله باذن الله، متقلقوش. كل الخسارة. يعني الدور ده انا لو سبته الأوضة 10 16 الف كنت خدتهم 160 الف، سبحان الله. انا كنت عايز اسيبها أوضة خمسة والله. يعني شوف التوقعات بتاعتي بتبقى صحيحة، بس انا اللي بخاف، انا اللي قلبي ضعيف. 34 ده ما اتوقعش ان الدور ده هيجيب، بس انا هرمي عليه. انا ما اتوقعش ان الدور ده هيطلع اصلا، بس انا كده كده هرمي. لان هي خدت خمس ادوار ورا بعض بدري. فاكيد الدور ده ممكن يوصل قد تلاتة على الاقل. حلو اوي، 66 الف. طيب انا كنت عايز اوصل 60 بس. وصلت 66، سبحان الله، خروج. السلام عليكم يا شباب، اشوفكم في فيديو جديد.